نأسف لبشاعة المنظر. انا اسفه لكم والله. طبعا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا شايفين المطبخ عامل ازاي. هحكي لكم. اليوم ده كانت حماتي عندي والموتور حصل فيه مشكلة كده، والراجل بتاع المواتير اعتذر وقال ان هو مش هيقدر يجي، هيجي بكرة. فالمطبخ بقت على الحالة دي. طبعا ما فيش كانت كوباية نظيفة ولا طبق نظيف، لان طبعا كان عندي ناس، فعملت اكل بقى بزيادة ووسخت حاجات كتير وكده يعني مطرح مواعين الغدا. فطبعا المطبخ كان يضرب يقلب، وكل شوية بقى اخش اعمل شاي، اخش اعمل حاجة، فمواعين على مواعين. فقلت يا بت شمري وخشي كده استعيني بالله بعد ما الراجل صلح الموتور وايه واشتغلي. طبعا اتقطم ظهري، غسلت كمية مواعين رهيبة رهيبة. فقلت ابدأ بالكوبايات الاول. طبعا ما كانش فعلا حرفيا ما كانش فيه كوباية نظيفة، وانا بقى الشملولة بقى قلت بقى يا بت اعملي اكل بقى وحلويات وظبطي الدنيا، حماكي وحماتك بقى لهم كتير ما جوش، فقومي تشمللي كده. فتشمللت. بس الحمد لله ان هم مشوا مبسوطين وكان يوم حلو. اي نعم، موضوع الموتور ده عكنن علينا كمصاريف. طبعا الموتور عايز يتغير من الاول، مش الموتور يعني، اللي هي البالونة بتاعة الموتور وكده. وطبعا ما كناش عارفين نستهلك اي حاجة بقى، انتوا عارفين المية اصلا والمطبخ روح البيت يعني. فالمهم واحنا شغالين كده، طبعا الموضوع مش محتاج شرح يعني. عايزة احكي لكم حاجة، بس قبل ما نبدأ واحكي لكم اللي انا عايزة احكيه، ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتكتبي كومنت حلو زيك وتقوليلي بتتابعيني منين لو انتي وصلتي لحد الزيادة دي في الفيديو. انا عندي برد مموتني، بس الحمد لله بدأت افوق منه شوية. الفترة اللي انا جيت ولدت فيها كان عندي عدم رضا غريب بالحياة عموما. انا مش متعودة على الرابطة، ومش متعودة ان انا آه، ابقى ملزمه بحاجه اوفر، حاجه تقعدني في البيت. انا طبعا حرفيا ما كنتش بنزل بيوسف خالص، وطبعا مامتي عشان بتشتغل فكانت الفكره ان انا ما اقدرش اسيب لها يوسف. مثلا كنت اروح لها يوم في الاسبوع ولا حاجه ولا يومين، ادخل انام، اللي هو انا محتاجه انام، بس انا مش عايزه حاجه من الدنيا غير ان انا انام. طبعا موضوع جديد عليا وبيبي جديد وكده. كان عندي حاله من الرضا، عدم الرضا قصدي، غريبه. كنتش راضية عن حياتي، انا مش متعودة على القعدة، انا عايزة اخرج مع اصحابي، انا منعزلة عن العالم، انا ما بشوفش حد. فعلا ما كنتش بخرج بيوسف خالص لاني ما كنتش بعرف اتعامل معاه بره. تخيلوا واحدة على طول ماشية بقى، كنت شنطتي صغيرة بقى، بحط الميك اب بتاعي، البرفيوم، مش عارف ايه، الموبايل، الحاجات دي. بقيت بخرج بشنطة كبيرة وحاطة فيها علبة اللبن، لان يوسف قعد فترة تقريبا كل فترة الرضاعة كان بيرضع صناعي، فماشية بعلبة اللبن والبيبرونة والترمس والبامبرز وغيار احتياطي. فكان الموضوع بالنسبة لي كتير عليا. فكان عندي حالة من عدم الرضا بشعة، وعلى طول بعيط وحياتي مش عجباني. ان انا قبل الجواز كنت بخرج مع اصحابي وبروح وباجي وكافيهات بقى وكده، فكنت عايشة حياتي. فافتكرت ان انا بعد الجواز هفضل على نفس الخط ده. فاتضح لي ان الموضوع غير كده، وما كانش ينفع احمل على حد، لان انا مامتي بتشتغل واختي كان معاها بيبي عندها سنة ونص، فطبعا لازم اشيل شيلتي لوحدي. فالمهم جيت يوسف تم سنة وعملت له عيد ميلاد كبير، ودي كانت غلطة طبعا. عملت له عيد ميلاد كبير وعزمت كل الناس. يوسف بعد 4 ايام من عيد ميلاده جات له نزلة معوية حادة حادة، علق محاليل كل 12 ساعة، مش قادر ياخد نفسه، بيعمل جلسات بخار، تعب جدا. طبعا كان اول مره يتعب التعب ده يعني. عادي كان ممكن يجيله شويه برد اديله تليفاست مش عارف ايه، لكن نازله معايا حد انا اصلا ما كنتش اعرف اعراض النزله ايه. وكان من بعد العيد ميلاد عمال يرجع وكده، وانا يعني ما كنتش فاهمه حاجه. فكلمت ماما وقلت لها يا ماما تقريبا بيعمل اسهال كل 5 دقايق. قالت لي لا ده كده رجلي بيه على المستشفى وكده. وماما ساعتها جات لي على المستشفى، وكنا ساعتها يعني مثلا تالت يوم رمضان او رابع يوم رمضان. المهم فعلا خدت يوسف ورحت بيه على المستشفى، والدكتور شخصه نازله معايا حد وقال لي لازم حالا يخش يعلق محاليل. فعلا خدته، كان كل 12 ساعه نروح نعلق محاليل. وقفت واقفه مع نفسي، اللي هو ايه ده؟ هو انا ازاي انا كنت في نعمه مش حاسه بيها؟ ابني كويس وفي حضني والحمد لله مش بيعاني من اي مرض. وطبعا الحالات اللي انا شفتها بقى في المستشفى، هي مستشفى مش كبيره، هي مستشفى جنبنا،
بس اللي هو شفت بقى ناس تقريبا مقيمة في المستشفى، وانا ابني جاية بيه عشان نازلة معوية وهاخده وانا ماشية، وفي ناس بتمشي من غير عيالها، وفي ناس عيالها محجوزة. فاللي هو وقفت بقى مع نفسي قلت يا ربي، ده انا الحمد لله انا في نعمة غيري يتمناها. اليوم الروتين الممل اللي مش بنطلع من البيت وبابنا مقفول علينا وعيالنا كويسين. فبدأت أغير نظرتي وتفكيري للحياة، اللي هو الحمد لله أنا المفروض أبقى راضية باليوم العادي الممل اللي بيعدي، اللي هو زيه زي اليوم اللي قبله. اللي هو انا كنت دايما ببقى ساخطه ايه، اللي هو يا ده اليوم عدى زي اليوم اللي قبله. صاحبتي مثلا تكلمني تقول لي عامله ايه، اقول لها عامله ايه يعني، يا اليوم زي امبارح زي اول امبارح، انا زي ما انا ما اتحركتش من مكاني. فالحمد لله لازم نبقى راضيين، ولازم نشكر ربنا على اليوم اللي بيعدي عادي مفيش اي مشكله فيه. المهم بس هكمل لكم. هنا طبعا انا طبعا بعمل غدا، مفيش حاجه هتوقفني يعني، بعمل مطبخ وكل حاجه، بس اللي في البيت ملهمش ذنب ان هم ما ياكلوش. فطبعا انا اللي انا كنت بقول لكم عليه قبل كده، انا كنت متبله كفته في الفريزر، طلعتها تفك. بس ده بقى ايه، الوقت الزنقات هو ده بقى اللي بينفع فعلا ساعة الزنقات. فطلعتها وصبعتها، كنت عايزة اصبعها بالمقوار وكده، كنت عايزة انجز نفسي، حسيت ان الموضوع ياخد مني وقت، قلت لا بلاها بقى، هصبعها بايدي كده وخلاص. واعمل شوية مكرونة محمرة وشوية بطاطس وخلاص، واكمل باقي المطبخ، لان هم ملهمش ذنب اكيد عايزين يتغدوا. وانا زي ما قلت لكم قبل كده، انا ضد الاكل من بره تماما، انا ما بحبش اكل من بره، خصوصا كمان بعد موضوع التكميم وكده. رافضه فكره الاكل بره، تكلفه على الفاضي، والاكل بره بقى غالي، غالي بطريقه اوفر و... ومش حلو، وبنسبة كبيرة بيجي مش حلو. فليه ما نطبخ ان شاء الله طبخة عادية مش هتاخد مني وقت. انا فعلا ما خدتش وقت في الاكل، عملت شوية بطاطس ومكرونة محمرة والكفتة، الحمد لله كلنا، وربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، الحمد لله يا رب، والدنيا تمام. المهم اكمل لكم بقى. فطبعا بقيت كل 12 ساعة اروح اعلق محاليل ليوسف وارجع اعلق محاليل، فضلنا 4-5 ايام. الولد عنده جفاف، ما بياكلش، قاطع اكل، مش عارف ايه. فطبعا حسيت ان انا في دوامة، انا دوامة غريبة عليا. يعني قلت هو انا ليه السنة دي كلها كنت عاملة في نفسي كده، واللي هو يا رب يعني خففه، يعني خليه كويس ويخف، وانا يا رب عمري ما هسخط تاني على الحياة، ودايما هبقى راضية بعيشتي وراضية بحياتي. كنت لما اشوف مثلا واحدة صاحبتي خارجة بتتصور، طبعا طبع الانسان يعني، طب اشمعنى هي بتخرج وبتروح وتيجي وحتى معاها ولاد، اشمعنى هي بتعرف تخرج، كل يقعد يقولي 2-3 وهترتاحي، 2-3 وهترتاحي، دي سنة الحياة. طبعا انا كنت صغيرة ومسؤولية الجواز كانت جديدة عليا، فاللي هو لا انا مش متعودة على كده، وفكرة ان حد يقعد بابني زي ما قلت لكم الموضوع كان صعب قوي، مفيش اوبشن يعني. فالحمد لله بعد ما يوسف قام بالسلامة وابتدى ان هو يخف، ابتديت احب بقى الحياة مع ابني اكتر، وابتديت ان انا ابقى يعني اخده واخرج، حتى لو هتقابلني مصاعب، ايه المشكلة يعني لما اشيل شنطة فيها حاجات كتير، ايه المشكلة ان انا اقعد بيه ويقعد يفرك ويعمل، كان لسه ما بيمشيش طبعا، ايه المشكلة اروح اغير جو، خليه يروح النادي ويغير جو ويقعد في الشمس شوية. ابتديت ان انا اتأقلم على الوضع واتأقلم على الحياة، واحمد ربنا واقول الحمد لله يا رب على اللي انا فيه. شفت المناظر في المستشفيات، يعني ربنا يحفظ ولادنا جميعا ويشفي كل مريض يا رب. شفت حاجات وامهات بتعيط عيالها محجوزين بقالهم شهور في المستشفى وبيشوفوهم زيارات، واللي قاعدة مع ابنها مقيمة في المستشفى وبتدفع رقم في الشهر وهي اصلا يعني على قدهم قوي. فقلت الحمد لله يا رب ان انا احسن من غيري، وان هو عاية وحاجة بسيطة وابني هيطلع منها الحمد لله. فانا عايزاكم تبقوا راضيين بحياتكم، ودايما يعني شوفوا النعم اللي عندكم، اقعدوا اكتبوها حتى، يعني اكتبوها الحمد لله على النعم. انا الحمد لله بشوف كويس، بسمع كويس، ما صحتي كويسة، احنا لما بيجيلنا شوية برد بنرقد. فالحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الناس اللي حوالينا، الحمد لله ان ما عندناش مصيبة تفجعنا. فمن ساعتها اتعلمت
ان الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله على الروتين. يعني فكرة ان الفيديوهات الروتين ده، وان انا كل يوم بقوم اروق وكل يوم بقوم اعمل، ده نعمة من عند ربنا، ان انتي ربنا اصلا مديكي صحة تقومي تعملي بيها روتين بيتك، وتقومي تروقي ويبقى عندك انا بكره هعمل كذا، وفعلا تنجزي اللي انت بتكتبيه مثلا او اللي انت بتبقي مخططه له. فكرة ان انت تنجزيه ده نعمة من ربنا، ان انت خططتي وبتنجزي. في ناس غيرك بتبقى مثلا عايزة تعمل حاجة مثلا معينة تاني يوم، وربنا ما بيديهاش الصحة، او ما بيبقاش عندها مجهود، او ما بيبقاش عندها وقت. او دايما نقول يا رب البركة في الوقت، ويا رب البركة في الصحة، والبركة في العمر، والبركة في كل حاجة في حياتنا. ودايما نقول الحمد لله يا رب، وما نقولش الحمد لله بس، نقول الحمد لله والشكر لله، قليلا من عبدي الشاكرين. نقول الحمد لله والشكر لله يا رب على النعم اللي احنا فيها، واللي انت مغرقنا بيها، اللي احنا اصلا بالنسبة لنا مش حاسين بيها، وفاكرين ان اليوم ممل، وان اليوم روتيني واحنا المفروض يبقى حياتنا احسن من كده، وبص فلانة وبص علانة وبص ده عنده ايه وانا ما عنديش. لا طبعا الفكرة دي انا طلعتها من دماغي خالص. بقيت مثلا لو شفت حاجة عجباني عند حد اقول ما شاء الله تبارك الله. حتى اصحابي يقعدوا يقولوا لي يا بنتي هو انت هتحسدينا، اقول لهم لا يا جماعة انا مش هحسدكم، بس برضو محدش يضمن. فلازم اول ما اشوف حاجة اقول الله اكبر ما شاء الله تبارك الله عليها، عشان الله اعلم العين، الله اعلم ممكن ما تبقيش قاصدة، بس النفس. بس هو دي كانت رسالتي النهاردة، وده كان فيديو النهاردة. انا كده خلصت المطبخ ودنيتي بقت تمام. حبيت اوريكم قبل وبعد عشان تقومي تتشجعي كده وتتحمسي، وما تخلوش حاجة توقفكم، ودايما خليكم راضيين بحياتكم. لو